السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم مجددا في قناتكم كويزين استيس رغدة. اليوم راح نخدمو مع بعض حلوى جافة بذوق القفريط وحلوى الترك، حلوى اقتصادية وسهلة، مقاديرها متوفرة. ونروحو مباشرة نشوفو واش راح نحتاجو. لهاد الوصفة راح نحتاج حبتين بيض بحرارة المطبخ، نصف كأس زيت كنت ضفت له مغرفة كبيرة مارغرين طرية. نحتاج أيضا نصف كأس سكر رطب أو السكر العادي، نصف كأس مايزينا أو نشاء الذرة، ملعقة صغيرة فانيلا معمرة مليح، وعندي باكي خميرة كيميائية ورشة ملح. للتزيين راح نحتاج كأس إلا ربع عسل. هنا هاد العسل عسل إكسبريس. حطيت كأس إلا ربع تاع سكر، حطيته على النار في كاسرول حتى يتكراميليزا، ومن بعد طفيته بكاس إلا ربع تاع ماء. نخليهم يغلوا مع بعض حتى نتحصل على قوام تاع عسيلة. انا هذه الطريقه المعتمده عندي للحلويات اللي هكا حلويات جافه ونحتاج لهم عسل، نديرهم بهذه الطريقه. عندي 3 ملاعق كبار حلوة الترك أو نوغا، وراح نحتاج أيضا القفريط ولا بيمو مرحي، 2.5 كأس فرينة هنا حسب الامتصاص تاع الفرينة اللي عندكم. ونروح مباشرة ناخد إناء حطيت فيه البيض، نحله قليلا، نحط عليه الفانيلا كما تعودتوا معايا. هنا ممكن تستعملوا سائلة وممكن تستعملوا اي عطر تفضلوه. نحط سكر رطب ونخلط جيدا حتى يذوب هذا السكر. هنا ممكن تستعملوا السكر العادي، لكن بهذه الطريقة راح تجي بزاف شابة هذه الحلوى. هنا نخلط جيدا بالفوي، وممكن تستعملوا الباتر. ونبدأ نضيف في الزيت على مراحل، نضيف هذيك الزبدة ونحلهم مليح مع بعض. هنا قلت لكم نصف كأس زيت، كنت ضفت عليه مغرفة كبيرة زبدة، ممكن تستغنوا عليها إذا ما كانتش عندكم. ونضيف المايزينا ونخلط مليح بالفوي. بعدها نبدأ نضيف الفرينة، نضيف الكأس الأول ونضيف الكأس الثاني. هنا نستعمل اليد. هنا بعد ما ضفت الكأس الثاني تاع الفرينة راح نجيب مصفاة نضيف نحط فيها رشة الملح، ونضيف الباكي تاع الخميرة الكيميائية اللي الوزن تاعها 10 غرام، نحطها على الفرينة ونبدأ نلم العجين بيديا، نستعمل هنا الأيدي. هنا نلمها فقط، ما راحش نعجنها. اي حلوى تكون بالزيت ما تعجنوهاش وما تكتروش فيها. يديكم الحراره تاع اليد راح الزيت تاعها يخرج. هنا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه تاع التقطيع راح نلم جميع العجين. هنا نصف الكأس الاخير نتوما ضيفوه على دفعات. كي تشوفوا العجين تاعكم تلم حبسوا. ها هو القوام اللي غادي نحبس فيه. ها هو هنايا، ها هي العجين تاعي. دوك نحطها بجيه ونروح نحضر الحسيله هذيك اللي غادي نعسله فيها، نرمده فيها. راح نحط هذاك الكوب غير ربع تاع العسل، نحط عليه هذوك 3 ملاعق كبار تاع حلوة الترك، وراح نحطهم على النار على نار هادية حتى تذوب هذيك حلوة الترك، ونديرها بجنب. ونروح نكمل العجين نحله على ان بلاستيك. هنا ما ترقوش بزاف، ما راحش ندلصقوا حبتين مع بعض، راح نديروا فقط حبه وحدها. راح هاد الكميه دينا 32 حبه تقريبا. هنا نقطعوه بهذا الشكل هلالات، فقط نستعين بهذا الطابع الدائري ولا اي كأس يكون عندكم. كملوا بهذه الطريقه حتى تكملوا جميع الكميه. هنا هذه طريقة سهلة
هنا نتوما تحكموا، بغيتو هلالات رقاق من هكا ولا اعراض، هنا نصفهم في بلاطو ونسخن الفرن على 175 درجه، نخليهم حتى يطيبوا من تحت. حنا ما تحمروهمش مليح. وها هي الحلوى تاعنا بعد ما طابت، طيبتها صفراء، راها طريه بالبزاف. ها هو الشكل تاعها. راح نبدا نغطسها في هذا الخليط اللي كنت درته معاكم. ها هو بعد ما دابت. هنا اذا بغيتوا عمل ما تكون صفوها، ونروح مباشرة نغطسها في هذاك العسيلة، ونرمدها في القفريط ولا في البيمون كما تبغوا. ممكن حتى ترمدوها في كاوكاو. ها هو شكلها النهائي. وها هي الحلوى تاعنا جاهزة. نقسمو مع بعض حبة. هنا كنت رشيتها فقط بالقليل من السكر الرطب. ها هي من الداخل كيفاش تجي. وفي الاخير اذا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش بجام اشتراك. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.